اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا شفيعي يا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه وتم حال. وحشتوني كتير قوي 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 قوي. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم متهنيين، كل سنه وانتم راضيين، كل سنه وانتم يعني مع الله من الفائزين. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد عليكم. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. حطي اللايك يا قمر واشتركي في القناه. بصراحة اليومين دول بتوع العيد أنا راضية الحمد لله، بس الفيديوهات واقعة بطريقة ما أقولكوش قسما بالله. بس مش مهم، انتوا حبايبي وانتوا اخواتي وانتوا مش بتأثروا معايا وانتوا على طول معايا. مش مهم ان كان على يومين العيد دول نستحمل بعضنا ايه يعني. ربنا يا رب يعينكم على الايام اللي احنا فيها ديت. وطبعا انا عارفة ان العيد داخل عليكم بقى، وانتوا زيكم زي حالاتي كده متلهوجين وعايزين تعملوا روتينات العيد وعايزين تشوفوا ايه اللي وراكم، ولو في مصالح بتقضوها فربنا يا رب يعينكم ويقويكم وسع عليكم يا رب، وربنا يتقبل منكم يا رب. تعالوا بقى اما نعمل فيديو روتيني حلو كده ان شاء الله. انا بحاول اخلص معاكم الفيديوهات بتاعه الروتينات بتاعه العيد، بس سامحوني بقى ايه، هحاول اتقل عليكم شويه في نزول الفيديوهات يعني ايه، لان انا كنت عامله سلسله تنظيفات على كام فيديو كده، فسامحوني بقى احاول اخلص معاكم ان شاء الله واجيب لكم الشكل النهائي في الاخر. بس انا مش عايزه اطول معاكم في الفيديوهات يعني ايه. يعني انا كنت عامله روتينات تنظيفات للعيد يجي حوالي فيديوهين ان شاء الله بقى. الفرش والكلام ده يعني والتاتش الاخير ده هبقى اعمله لكم بقى ايه مع فيديو اول يوم العيد، اصور لكم كل حاجه لان طبعا الوقت بيجري خلاص. انا بسجل لكم والنهارده الوقفه. كل سنه وانتم طيبين. يعني انا قلت ايه قبل ما اعمل حاجه اسجل لكم الفيديو. ربنا يا رب يتقبل منكم سائر الاعمال ويجعله عيد سعيد عليكم. طبعا انا بحاول انجز، انا عارفه ان الايام عماله تجري، وانا طبعا والله العظيم مش ما كنتش مقصره في حاجه، بس انتوا عارفين اللي احنا ورانا حاجات كتيره قوي قوي كستات مصريه، واي ست خلقها ربنا. بصوا يعني كل ما نيجي نخلص ونوصل لاي حاجه نلاقي حاجه تانية عطلتنا. تعالوا بقى نسمي بالله كده. روتين اللهم صل على سيدنا محمد النهارده جامد جدا جدا. هنروق في الشقه بقى ويبقى مش فاضل الا حاجات بسيطه برضك هعملها لكم في فيديو تاني. تعالوا بقى نشوف ايه فيديو مشتريات المنظفات. تعالي بقى كنت جايبه ايه يا ام روزي؟ بصي حبيبه قلبي، انا بجيب حاجتي كلها مره واحده بتاعت الايه المنظفات. زيت صابون، كرور، برسيل جل، كلوركس الوان، كل حاجه تخص الايه الغسيل بجيبها. طيب بتجيبي سايبه ولا كراتين؟ بصوا انا جايبه شقاره. الشقاره دي حلوه قوي قوي، يعتبر ارخص نوع في السوق. شفتوا الاريال اللي هو السايب؟ انا بجيب منه واحط عليه اضافات وبعد كده ايه بغسل منه يعني. فاللهم صل على سيدنا محمد. الشقرة دي بتنضف معاكي يا مرضي، هي حلوة. بصي حبيبة قلبي منك ليها. انت ما بتروحي تجيبي من بتاع المنظفات اريال السايب، شفتي الاريال السايب هي دي تعتبر منه. انت بقى بتزودي لها اضافات من عندك زي ايه، لو عندك ملح ليمون حطي، عندك كربونات حطي، وتجيبي كيس اي كيس اريال من الكبير وتحطي وتقلبي. مش عايزة تحطي اي حاجة ممكن تستخدمي معاها قرور سايب. طبعا اللي بفضيه ده زيت صابون. جايبة كيلو عندنا ب5، يعني كل بلد وحسب بقى السعر اللي فيها، في 5 في 3 في ب10، في بقى البريل اللي هو التقيل ده منه سايب برضك الكيلو ب10. انا بمشي نفسي وبمشي دنيتي، بحب اجيب حاجتي كلها مرة واحدة. فعشان اجيب كل حاجه مره واحده ما اكونش جايبه حاجه يعني مش مقصره في حاجه او في حاجه مش جايباها. بجيب حاجات اللي هي الوسط، يعني زي الصابون ده ابو 5، ما جبتش ابو 3. جبت القرور برضك الكيلو ب5، جبت 5 كيلو قرور بيقضوني. زي الصابون جايبه 10 كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. كلوركس الالوان ده الكيلو ب8، جبت 2 كيلو. والبردك البرسيل الجل ب8، جبت 2 كيلو. حلوة قوي. طب انت يا مرودي بتحطي ده وده وده؟ لا بصي بقى، انا طبعا جايبه شكاره سايبه زي ما انتوا شايفين وجايبه كرتونه. طيب الشكاره السايبه دي ما بتنضفش، ساعات بروح حاطه معاها ايه كرور خام. طيب انا لو هغسل بكلوركس اللهم صل على سيدنا محمد اسمه ايه، بواكل اوكسي، بحط بقى لا برسيل جل لا بتاع ده كلوركس الوان. فاهمين يعني الشكاره بحط فيها القرور. اما الاكياس اللي هي العاديه اللي احنا بنستخدمها دي بحط فيها
ده البرسيل للكوركس الوان. تعالوا بقى احنا بنحاول نعمل شويه تعديلات جميله كده في الاوضه. كل سنه وانتم طيبين. انا قلت لكم هنعمل شويه تعديلات عشان خاطر نظام الاوضه مش عاجبني خالص. طبعا هنا جوزي كان منزل الحاجات من فوق الدولاب، فانا قلت اما اصورها لكم عشان واحده حبيبه قلبي قالت لي بيوريني الحاجات اللي انت عيناها فوق الدولاب برضك، لان ما كنتش مصوراها ومنزلاها في الفيديو، فايه بنزلها معاكم. بصوا بقى انا كنت جايبه حاجه المطبخ كلها زي ما انتم عارفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على النبي واستغفروا. النهارده يعني النهارده اعظم يوم في السنه، حاولوا ما تفوتوش اليوم نهائي، يعني اطلعوا بيه. يعني بصوا بحاجه مفيده. خلصي اكلك بصي بسرعه بسرعه كده تكوني مخلصه اكلك. لو انت ست بيت شاطره الاكل ما يقعدش اكتر من ساعه على البوتاجاز. يعني خلصي اللي وراكي كله واقعدي بقى من بعد العصر كده. هاتي سبحتك وهاتي المصحف والمصليه بتاعتك واوضه خاصه بيكي كده. اتودي يا ست الكل وصلي العصر، ومن بعد العصر لغايه المغرب انت طبعا تكوني معلقه على الاكل بقى وطافيه عليه، تمسكي بقى الوقت ده هو تتعبدي فيه وتصلي وتذكري ربنا وتستغفري وتدعي بكل حاجه نفسك فيها. بص انا عايزه اقول لكم ان الدعوه النهارده مستجابه بنسبه 100%. ربنا يا رب يتقبل مننا ويستجيب لدعانا ويسعد ايامكم يا رب ويسعد ايامنا ويبارك فيكم ويبارك فينا، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له يا رب. طبعا هنا انا بنزل لكم الحاجه اهو، هو كان منزل لي الحاجه كلها بس سامحوني يعني اختصرت معاكم، لان ما شاء الله حاجات كتيره بتاعت بنتي حتى اما رصناها. يعني قلت الحمد لله ده احنا جبنا شويه حاجات حلوه ودي احسن حاجه. انت لو عندك بنوته من اول اولى اعدادي كده حاولي تخطفي لها، حاولي تجيبي لها اي حاجه. اولا حاجات المطبخ دي اساسيه ما بتتغيرش، يعني كل ما البنت يعني كل ما السنين بتيجي عليها وتروح هي ما بتتغيرش. طبعا انا جايبه لها مروحه برضك، ان شاء الله اما ربنا يسهل نجيب لها مروحتين كمان. بصي ما يشترطش الماركة، اهم حاجة تجيبي لبنتك كل حاجة. يعني دلوقتي في ماركات طالعة جديدة حلوة برضك. اللهم صل على سيدنا محمد، زي فريش، زي جاك، زي الحاجات دي حلوة برضك. يعني ما تقوليش لا ومش لا، ربنا يعينك وتجيبي كل حاجة. وانت لو معاكي فلوس هاتي الاحسن والاحلى. طبعا الطقم دهوت اللي ستانلس اللي هو الخمس حلل، وال اللي تحت دي شنطة المعالق. اللهم صل على سيدنا محمد. وجايبه لها صواني البايركس برضك، وجايبه لها طقم الجرانيت وطقم السيراميك. واللهم صل على سيدنا محمد الشاورما 13 حلة و... وفي برضك طقم ألمونيوم اللي هو الخمس حلل. بصوا ما شاء الله انا جايبه لها 7 تطقم، 7 تطقم. يعني احنا عندنا كده بيجيبوا كل طقم الحلل. فالحمد لله ربنا قوانا وجبنا كده، يعتبر حاجات المطبخ خلصت خلاص. مش فاضل الا حاجات بسيطة بس، مش فاضل الا الكولمون والترمس. واللهم صل على سيدنا محمد. ايه تاني يا مرودي؟ شفت الصواني اللي هي طالعه الازاز الجميله دي؟ ان شاء الله هجيب لها 3. يبقى كده احنا الحمد لله خلصنا المطبخ. تعالوا بقى بصوا الدولاب. انا بقول لكم هو لازق في الحيطه والشاشه جنبي، وبصي الحته الفاضيه ديت بقى اللي احنا كنا حاطين فيها الحاجه. تعالوا بقى اوريكم شكل الاوضه الاول. كان عامل ازاي زي ما انتم شايفين اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. دي الحاجه اللي انا كنت جايباها اخر مره، ودي حاجه الالمونيا. ان شاء الله احطها برضك معاكم، اشوف لها مكان طيب في قلبي. يعني بصوا حاولنا اللي احنا نطلعها في الدولاب ما عرفناش. بعد ما نزلنا الحاجة قلنا هنحطها في الدولاب، بس لقيت بصراحة مكشوفة ومش شكلها مش كويس. بغض النظر عن الدولاب اللي هو متدشمل ومتكسر ده، بس انا بعرفكم الاول. بصوا الحاجة دي كلها ما شاء الله كانت فوق، والحتة اللي فوق دي اللي جنب الدولاب بصراحة مش كويسة خالص ومش لطيفة. واصلا الأوضة نظامها مش كويس. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا انا بعرفكم ان الدولاب لازق في الحيطه وجنبيه الشاشه، والحته اللي هناك دي فاضيه والتسريحه هنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل شويه تعديلات جميله جدا جدا، بس هي هتفرق معاكي. انت لو قاعده في الاوضه وحاسه بطاقه سلبيه اعملي اي حاجه. يعني مثلا لو جوزك معاكي، لو انت حتى مع نفسك استعيني بابنك ما شاء الله او بولادك، او استنى اما جوزك يجي بالسلامه واعملوا شويه تعديلات حلوه كده. هتحسي والله العظيم بفرق جامد. هتحسي ان انت قعدتي في مكان جديد، هتحسي ان المكان وسع عندك، هتحسي ان بصي بطاقه ايجابيه. تمام. هنا بقى الكرتونه دهيت انا بقول لكم الحته دي كلها. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا بقى هنتخر الدولاب في الاخر. وبصوا تعالوا بس معانا لاخر الفيديو كده، وان شاء الله هتطلعوا بنتيجه جميله قوي قوي.
بس بالله عليكم حطوا لي اللايك، انا نفسي يا بنات بالله عليكم اول ما الفيديو ينزل تتفاعلوا معاه وتحطوا لي اللايك. قسما بالله اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو، فبالتالي بيجيب لي مشتركين وبيدخل لي ساعات. فربنا يا رب يرضيكم زي ما بترضوني، ويكبر بخاطركم كده، ويسعد ايامكم، ويبعد عنكم اي حاجه وحشه، ويكفيكم شر فواجع الاقدار يا رب. تعالوا بقى هنا ايه المطبخ. بصوا حاجه المنظفات زي ما هي، فانا جيت عشان اعملها وارتبها كده واحطها جنب الغساله. جوزي قال لي لا اصبري اما نخلص الاول الاوضه الاول، وبعد كده ايه ابقي شوفي هتعملي ايه. فاللهم صل على سيدنا محمد. إيه اليومين دول بقى احنا كلنا مضغوطين، فربنا يعيننا يا رب. بس اهم حاجه يا ست الكل منك ليها يوم الوقفه ما تطلعيش بيه الا لما تكوني حاسه ان انت رضيتي ربنا، مش ان احنا نصوم وخلاص. لو انت ربنا كرمك ومعاكي فلوس ربنا يا رب يكرمكم ويزيدكم كلكم، اعملي يا ستي 5 وجبات، اعملي 10 وجبات. يا بخت اللي يفطر صايم النهارده في وقفه عرفات. قسما بالله الواحد لو ربنا مديله لا يعمل ود الناس الغلابه دي، لان ما شاء الله ما شاء الله الناس الغلابه دي تستحق والله العظيم، وبيبقوا صايمين زينا وظروفهم اصعب مننا. فربنا يا رب يفقها على الجميع، وربنا يرزق الناس كلها يا رب، ويرزقنا ويرزقكم. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا هنا بقى ايه جوزي انا مش عارفه اصور خالص منه بصراحه يعني، فكل ما اجي اصور يقول لي انت هتجيبيني انت هتجيبي. قلت له بقول لك ايه انا هخرج لغايه ما انت تشوف هتعمل ايه، وفي الاخر ايه في الاخر يبقى تعالى ناديلي ايه اكون اجيب لهم الشكل النهائي وكده. طبعا انا عايزه اقول لكم ان احنا بقينا لايصين في اليوم ده، لان الاول عشان ننقل الدولاب لازم نفك. طيب احنا لسه هنفك الدولاب ولسه هنشيل الهدوم ولسه هنطبقها ولسه هنرصها. طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال لي طب ما فيش الا حل واحد، ان احنا ننزل الحاجات كلها اللي عليه من فوق اللهم صل على سيدنا محمد، ونحاول نزقه. بس فين وفين طبعا ندى لسيلف اللي هو اخو جوزي عشان يزقوه الاتنين. بس قسما بالله كان يوم متعب متعب بطريقة فظيعة، بس الحمد لله عملنا حاجة مفيدة وعملنا حاجة كويسة. طبعا انت رايحة فين كده يا مرودي؟ نازلة اجيب المقشة عشان اللهم صل على سيدنا محمد نشيل العنكبوت بالمرة، ونشيل الحاجات اللي هي فوق الدولاب دهيت. بصوا بقى الصواني عليها تراب السنين، قسما بالله تراب السنين. دي صواني اللي هي الميلامين، يعني هي اول ما طلعت دلوقتي بقى في صواني اللي هي ما شاء الله الحديثه جايبه لها منها برضك. هنا طبعا المصحف مضطرب جدا، قلت اما امسحه حرام، لان يعني كنت حاطاه فوق الدولاب برضك بخاف، لان ولادي طبعا في ولاد يعني ولادي صغيرين بخاف لا يعملوا اي حاجه فيهم. طبعا طقم الجيلي والمكسرات الطقم دوت كان مش عارفه طالع لي في حاجه، وانا قلت لا مش هستخدمه هخليه لبنتي. هنا طقم السكاكين برضك من اراشيا، جميله جدا جدا الماركه دي جميله، وبرضك جايبه المعالق اراشيا. السكاكين دي مش فاكره كنت جايباها من فتره ب1500، بس من فتره، ومن محل نضيف جدا بصراحة، يعني مش من حد من اللي هو بيبيع فرداني وكده، لا من محل نضيف. هنا طبعا الصواني انا جايبه لها صواني 3 صواني الألمونيا، وجايبه لها برضك الصواني اللي هي مغطى، ودي صواني اللي هي البايركس. دي بس دي من نوع النضيف اللي انت مهما تحطيها على ميه ما بتفرقعش من غير ما تحطي البتاع تحتيه. وايه تاني يا مرودي؟ بصوا بقى الطقم اللي تحتها ده اللي هو الاركوبال. الطقم الاركوبال برضك مش عارفه حاجه وستين قطعه، وطقم شكله جميل جدا. بصوا ده انا بقول لكم ده من نوع النضيف البايركس الاصلي. دي طقم الميلامين انا جايبه لها 2 ميلامين، جايبه لها واحد غالي يتحط في النيش، واحد للمطبخ، واحد ب3700، وواحد جايبه لها كده للمطبخ ب1500. دوت اللهم صل على سيدنا محمد ده الغالي، يعني ده احلى من الشريف كمان. انا كنت عايزه نوع الشريف قال لي ده احلى. الشريف بقت موضه قديمه ومش كويس. الحلل اللي تحتها دي اللي هي الحلل ال8 حلل الالمونيا. تمام. ده ده ايه تاني يا مرودي؟ دوت اللي هو الارقبال. خلاص. وايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. دي طقم الحلل السيراميك. تعرفوا يا بنات اللي انا بعرفش افرق بين الجرانيت والسيراميك، لا بس دي السيراميك، انا الحمد لله بقيت اعرف افرق. دي السيراميك. برضو كان فاضل لنا وجبته الحمد لله، جبته مش عارفه بايه يا رب برضو
ب5 وحاجة عشان قال لي ده انضف حاجة، وحتى كان بيقول لي ما تاخدهوش وخدي اطقم صاج بدل اللي طالعة جديد. قلت له لا مش عايزة، انا ما بحبش الصاج اصلا. قال لي ده عدلوه وخلوه حلو. قلت له لا لا لا، هات لها السيراميك احلى حاجة وانضف حاجة. طبعا المروحة دي عمود كنت جايباها برضو، كنت جايباها ليا. وبعدين بصوا يعني اي حاجه بكون جايباها ليا وما استعملتهاش بعينها بقول لا بنتي اولى بيها. يعني انا خلاص اتجوزت وما شاء الله خلفت وخلاص اقضي بالحاجه اللي عندي. اما اي حاجه تكون يعني مغلفه وجايه جديده والله بستخسر اخليها لنفسي واقول ايه كله تعلي البنت كله من علينا. تمام. وهنا طبعا الحلل دي قسما بالله شكلها تحفه. انا معلش مش عارفه افتح اي حاجه خالص معاكم لان الدنيا كلها تراب والدنيا كلها متربكه زي ما انتوا شايفين. ووسط السرير بقى عليه كميه كراتين ما اقولكوش. ما شاء الله كل الحاجه دي يا بنات حاجه مطبخ يعتبر. ولسه النش ما جبتش منه اللي هو طقم الصيني والفطار بس والاركوبان. يعني ما شاء الله دي يعتبر كلها حاجه المطبخ. مش عارفه بقى لسه هنخش بقى في حاجه الصيني بس النيش مأجلاها بس شويه لان فاضل لي بس الازاز بتاعه ازاز المطبخ وخلاص كده. ان شاء الله بقى هبدأ معاكم في ايه المفارش والبطاطين واللحفة والحاجات دي. بس ربنا يسهلها علينا كده يا رب وعليكم ويعينكم يا رب على اولادكم ويعيننا على اولادنا. مستنيه بس اما الدنيا تتيسر معانا ان شاء الله وناخد مبلغ كده وانزل اجيب لها البطاطين كلها. احنا عندنا هنا سلو بلدنا اللي احنا بنجيب 6 بطاطين، 4 كبار و2 اطفال. تمام. ان شاء الله اول ما اروح اجيبهم هنصور معاكم وهوريكم الاسعار وهوريكم كل حاجه. على فكره انا هجيبها من محل اسمه بخه، هو فاتح يعني فرع في القناطر عندنا في قلوب البلد. هو كان الاول في الوراق والحتت البعيده دي بس الحمد لله ان عمل فرع جنبنا في القناطر. يعني مواصله بسيطه هكون عنده. تمام. ان شاء الله لما اروح اجيب بس يعني مستنيه اما ربنا يسهل كده وكان منزل عروض هروح اجيب ان شاء الله. بس مش عارفه احطهم فين. يعني انا بقيت عماله اكلم ناس بقول له طب انا لو جبت البطاطين اعينها فين؟ وتحت السراير مسحوم وتحت السراير اللي جوه برضك مسحوم. تعالوا هنا بقى بنروق تحت السرير بتاعي. بصوا ما شاء الله الألمونيا الفلاحي بتاعتي واخده المكان. هتقولوا لي بيعوها، انا مستنياها بيعها في حاجه مهمه. يعني مثلا لو انا هجهز بنتي لو انا هبني بيتي، لكن حرام ان انا ابيعها دلوقتي واصرف فلوسها. وطبعا كل ما الحاجه بتقعد كل ما بتغلى. هنا طبعا ما كانش في تراب أوي ولا زبالة قوي اعزكم الله. لان انا برضو كنت من فتره جايبه من تحت السرير ومنضفاهم وغسله الحاجه. يعني ما فيش اي حاجه تحت السرير الحمد لله. وكنت فرشه مشمع برضو بس ما يمنعش ان في شويه تراب صغيرين. طبعا هنا كنت بمسح السرير بقى بما اني بروق تحتيه. فقلت لا اخلص بقى الحاجات اللي هي التقيله كده عشان بعد كده ما يبقاش ورانا ايه الا حاجات بسيطه زي ما انتم شايفين كده. خدت الألمونيا بتاعتي اللي كنت محتارة احطها فين، حطيتها في المجور وحطيتها تحت السرير من جوه. لميت كل حاجة بص مش عايزاها ورحت ايه حطها تحت السرير. طبعا دي كلها الألمونيا بتاعتي والألمونيا الفلاحي والألمونيا العادية وحاجات كتيرة قوي. يعني اي حاجة ما كنتش عايزاها بروح حطها تحت السرير. هنا الشوال ده بقى فيه عدادات بتاع البيت اللي انا بقول لكم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمله. كذا حد قال لي ما تجيبيش قروض يا ام رودي، وفعلا انا خايفه اجيب قروض عشان بيحصل يعني كوارث بسبب القروض دي. فان شاء الله دينا صابرين واملي في ربنا كبير ان هو ان شاء الله يكبر بخاطري وهيراضيني وان شاء الله هنعمله باذنك يا رب. بس مع الصبر والدعاء ان شاء الله احنا يعني انا عشمي في ربنا كبير وخليكم عشانكم في ربنا كبير يا بنات. وكل اللي نفسه في حاجه يدعي والله العظيم ما تعلمش في ساعه واحده تلاقي كل امورك اتيسرت وربنا قلب حالك من حل احلى حال. طبعا هنا بحط كراتين. انا بقى معلش مش عارفه اجيب المراتب لان المراتب بصراحه عندنا بقت دايبه بطريقه يعني فظيعه. لان دي ما شاء الله من ساعه ما دخلت ما نجدتهاش الا مرتين فبقت يعني مش كويسه خالص. فان شاء الله بس ربنا يسهل. وفي حاجات كتيرة ان شاء الله هجددها عندي زي المراتب زي اللهم صل على سيدنا محمد. اي حاجة بقى ناقصانا نعملها بس ما عدا ان انا ابيض. يعني انا صريحة معاكم مش عايزة ابيض دلوقتي لان البياض هيفتح معايا. وانتوا عارفين بقى احنا في وقت ما ينفعش اللي انا لدام بدأت في جهاز بنتي ما ينفعش اللي انا يعني ارمي فلوسي في حاجة مش مهمة. انا قسما بالله حتى فلوس العيدية بلمها
وبروح اجيب لها بيها اي حاجه، اي حاجه لازم أنا اجيبها لها، عشان بصي ما تضمنيش في اي وقت من الايام عريس يجي لها يعني. بصي البنات دي بالذات ما شاء الله بتفور بسرعة، وسنة 2 3 تلاقي مثلا الخطاب على الباب، كل واحد هتقوله لأ مش عارفة ايه، انا مش جاهز، طب ما مش جاهزة، طب مش عارفة ايه، لأ. خليكي مستعدية في اي وقت، وخليكي شاطرة. وبصي الراجل ما يهموش حاجة، الراجل عليه يديك الفلوس وكل حاجة وانت تتصرفي. فخليكي ست بيت شاطرة، واي والله العظيم لو 100 جنيه معاكي هاتلها بيها معالم. طبعا هنا خلصنا بقى ولمينا الزبالة وعملنا كل حاجتنا. تعالوا بقى شوف الشكل النهائي. خلينا التسريحة خرجناها، والصف ده خليناه كراتين، بص بقى شكله شيك ازاي وبقى زي العسل. وطبعا مسحنا المروحة خليناها بتبرق، وبص فوق الدولاب زي العسل. رمينا كل الكراتين بقى اللي هي الازاز وكده حطيناها، بس السرير زي ما هو، بس انا حسيت بفرق جامد. المشكلة بقى الحتة اللي هي هوريها لكم دلوقتي، ايوه الحتة دي مش عارفة هتاخد سجادة ولا لا. المهم ما علينا، عملنا روتين حلو كده وعملنا شوية تعديلات. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسونوش بالله كل اشتراك، ومع السلامة.